جنزي، الحلقه دي مش ليكم. لو كنت بتلعب كوره وجزمتك اتقطعت او حتى كراستك خلصت وعايز تجيب غيرها، يا سيدي لو كاوتش عربيتك فرقع، او لو حبيت حتى تعمل مكالمه على السريع، كل ده شركه واحده بس كانت بتعمل، كانت بتفهم في كل حاجه تقريبا. 1865 وفي فنلندا بدات الشركه دي كمصنع للورق، واللي بدا الحكايه فريدريك ايدستان، وبعدها ب3 سنين انضم ليه ميشلان وسموها نوكيا اب. ولكن بعد الحرب العالميه الاولى الشركه قربت تفلس، لولا شركه عربيات فنلنديه انقذتها بدات الحكايه تتبدل. كاوتشات اشتغلت حلوه قوي والكهرباء كمان، والشركه رجعت احسن من الاول. ولكن التحول الحقيقي جه في 1967 لما دمجوا ال3 شركات وبقت نوكيا اللي احنا نعرفه، وبدات تدخل مجال الالكترونيات وتصنع اجهزه اتصال واقنعه لقوات الدفاع الفنلنديه. ومن ساعتها ابتدت نوكيا تركز اكتر على الاتصالات. سنه 1982 نوكيا نزلت اول موبايل، موبيرا سيناترو، كان كبير قوي كانه كده قد بطاريه عربيه، بس كان بدايه المجد. ولكن الحياه ما بتمشيش من غير ضربات، رئيس الشركه انتحر ومرحله جديده في الاداره بقى، كل ده عشان نوكيا توصل للي جاي. جنزي، الحلقه دي مش ليكم. جيل الدمعه والفراشه، تعبان والكشاف، دي مش مجرد اسامي خلاص. جيل التسعينات بس هو اللي هيبقى عارف، دي كانت اشهر موبايلات واروش موديلات جيل التسعينات مسك. نوكيا 3310 الشهير بالدمعه، ده مش موبايل، ده اسطوره استحمل صدمات اكتر من اللي استحملها تامر عاشور في اغانيه. بطاريته بتعيش معاك اسبوع كامل ومن غير ما يعيط ويقول لك اشحني بسرعه. فيها لعبه من اروش اللعب واللي خلتك تحب التعبان، اخوه نوكيا 3210، اول موبايل ما فيهوش انتنه، يعني شكلك هيبقى روش من غير ما تتعور كل ما تطلع الموبايل من جيبك. البنات الروش 7280 ده بقى حاجه تانية خالص، وده ما فيهوش ارقام، كان بيتكتب بالبكره، ولو كان معاكي الموبايل ده فانت كنتي اوفيشلي الملكه وسط الشله. تخيل تبقى انت الوحيد في الشله اللي معاك موبايل بيصور، ده يخليك ملك الشله. موبايل نوكيا 7650 اول موبايل من نوكيا بكاميرا. ولو عايز نحكي لك بقى شركه نوكيا راحت فين دلوقتي، استنى الحلقه اللي جايه وقول لي بقى كان معاك انهي موبايل نوكيا من دول، او لو عندك صوره قديمه وانت ماسك الموبايل او معلقه في جيبك كده نزلها في الكومنتس وعلم علينا كلنا.